ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل كفتة الحاتي. زي ما انتم شايفين متماسكة وكويسة وقوامها حلو جدا، بمكون واحد، ومش هتسيح معاكي. ولو عايزة تعمليها على الفحم تمام، عايزة تعمليها تشويها في الفرن برضو تمام. هنا انا مستخدمة لحم جملي، عاملة نص كيلو منه. ممكن انت تستخدمي نوع اللحمة اللي انت تفضليه عادي، اي نوع لحمة. هنا معايا بصلايه مبشوره في المبشره، وطبعا لما بتتبشر في المبشره بتنزل ميه، فانا الميه ديت مش عايزاها في الكفته، علشان مش عايزه اي سوائل تكون في اللحمه. السوائل هي اللي بتسيلها وهي اللي بتخليها مش متماسكه. فاحنا بنحاول ان احنا نصفي البصل، بناخد التفل بتاعه، والميه برضو هنستخدمها برضو في الكفته، بس في حاجه تانية. هنشوف مع بعض ازاي هنستخدم ميه البصل. بعد ما صفينا البصل، جبنا معانا ده بقدونس مفروم، ديت معايا تقريبا نص كوباية، ومعانا معلقة دقيق كبيرة. والبهارات بتاعته انا مش بحب اكتر، بهارات ملح وفلفل وبهارات، او السبع بهارات من عند العطار زي ما بقول لكم. مش بحب اكتر توابل في اللحمة بصراحة، في اللحمة او في الكفتة عامة. بحب استمتع بطعم اللحمة الطبيعي. بس بنقلبهم بقى مع بعض وبنسيبهم يرتاحوا، او بنسيب اللحمه ترتاح حوالي كده ايه تلت ساعه. طبعا اكمن احنا في الشتاء فعادي انا سبتها بره. احنا لو في الصيف وانت هتعمليها في الصيف لازم تستنى التلت ساعه ديت او نص ساعه ديت، تستنى في التلاجة علشان تتشمع. انما احنا طبعا عشان في الشتاء بالنسبه لنا الجو مناسب. انا هنا بحب اعملها مع بطاطس، بحط طبقه من البطاطس في الصينيه وبقطعها السمك اللي انا وريتهولكوا. مش بقطعها تخينة، بقطعها رفيعة علشان تستوي. طبعا هي هتستوي من السوائل اللي هتنزل من اللحمة، هتستوي من خلالها. اهي بعد ما قطعتها بقى بحاول ان انا اسويها، بحيث ان انا مش عايزة فراغات خالص، لان انا هوقف اللحمة على الحاجات دي. هنبتدي بقى نبهر البطاطس، ملح وفلفل بس، رشة ملح بسيطة ورشة فلفل، لان طبعا اللحمة عندنا احنا حاطين فيها توابل كويسة، عندنا اللحمة مظبوطة. هنبتدي بقى نجيب عيدان الشيش طاووق لو عندك، او عندك سيخ. ما عندكيش حاجه من الكلام ده خالص، ممكن نعمله نصبعها على معلقه. آه، انا بحاول بقى ان انا اعمل الفتحه دي ليه، او ما انا ممكن اصبعها كده وخلاص على ايدي واحطها، لا. الفتحه دي بتساعد برضو انها تبقى مستويه من جوه ومشويه من جوه حلو جدا. بتساعد كمان في السوا، تبقى السوا بتاعها اسرع. انا بقى استخدمت الميه البصل في ايه؟ بصبع بيها اللحمه بعد ما بكورها، وبحطها في السيخ، وبطبق كده عليها، وبحاول ان انا اقفلها من تحت ومن فوق كويس علشان تبقى متماسكه معايا. بصوا متماسكه ازاي. بحاول ان انا ببل ايدي في البصل، في ميه البصل، وبقفل مسام اللحمه. ضروري جدا وانتي بتصبعيها تقفلي اللحمه من تحت، تقفلي اللحمه من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده، وهتبقى معاكي متماسكه. بس اهم حاجه تسيبيها ترتاح. بصوا ولا سايحه معايا ومتماسكه، وقوامها مظبوط جدا. وبعد السوا برضو هتبقى برضو متماسكة ومش هتسيح خالص. وهي هتكش حاجة بسيطة، مش هتكش قوي، هتكش حاجة بسيطة. عشان طبعا اللحمة زي ما احنا عارفين بيبقى فيها سوائل وفيها دهون كتير، فكل دوت هي بتفقده مع الحرارة. بس السوا بقى بندخلها على درجة حرارة 200. لو انتي الفرن بتاعك مش حامي فبتعليه على اعلى حاجة. لو انتي الفرن زي عندي انا فرني حامي جدا فهو حلو 200. بدخلها على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وبتطلع معاكي بالشكل ده. تقدميها بقى مع رز، بتقدميها بقى مع سلطة الطحينة. انا هنا عملت سلطة الطحينة لان بنحبها مع سلطة الطحينة. واي رز بقى انتي بتفضليه او ولادك بيحبوه. يا رب تكون الطريقة عجبتكم وجربوها وقولوا لي عملتوا ايه.
وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. باي باي.